عايز تعرف ماتش الزمالك وبيراميدز متفوت ولا لا؟ انا جايب لك دليل، والدليل ده مش هتلاقيه غير عند العبد لله بس. اسمع يا سيدي، لو ترجع بالذاكره بتاعتك كده اسبوعين، رابطه الانديه كانت بتقول ان في خطاب رسمي لاتحاد الكوره باستخدام حكام اجانب للثلاث مباريات بتوع انديه القمه، اهلي زمالك بيراميدز، الثلاثه هيلعبوا بعض بحكام اجانب. تمام؟ وحصلت المشكله بتاعت مباراه القمه. حلو الكلام. بعديها على طول بيراميدز طلب حكام اجانب في مباراته مع الزمالك وفي مباراته مع الاهلي. تمام؟ قال لك انا مش هلعب غير بحكام اجانب في مباراه الاهلي ومباراه الزمالك القادمه. تمام؟ وبعت الشيكات بتاعت المباراه اللي اتلعبت النهارده دي اللي هم هيجيبوا حكام اجانب. تمام التمام؟ تقدر تقول لي بيراميدز ليه النهارده ما اعترضش على التحكيم المصري ولعب بالتحكيم المصري النهارده وما فتحش بقه؟ مع انها مباراه مصريه، دي مباراه دوري، المباراه دي مباراه دوري بالنسبه له حياه او موت. تقدر تقول لي ليه النهارده لعب بتحكيم مصري؟ جاوب انت بقى. انا عايزك انت تجاوب. انا مش هجيب لك دليل تاني، سيبك من الجون بتاع عواد. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها له.